السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي وحبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم في خير وفي أحسن حال يا رب بإذن الله. أولًا كده باعتذر بس عن شكل الفيديو كده في البداية، أنا بس حبيت أوريكم يعني المنظر وكده بتاع المطبخ كان عامل إزاي. عايزة أقول لكم سِبت المطبخ للولاد بالليل ونمت، قُمت الصبح لقيته بالمنظر ده. بصوا لِب وقهوة وحاجات كده، يعني معلش باعتذر جدًا عن المنظر ده، بس عايزة أوريه لكم يعني في البداية، وبعد كده أوريكم بقى إيه أنا هانضفه إزاي. هنا كانوا قاليين بطاطس ووقّعوا زيت، الطاسة كانت مليانة زيت كتير يعني فغِلي، فوقع على البوتاجاز، فكل اللي شفتوه على البوتاجاز ده كان زيت، تمام كده. الطاسة دي كلّها بيض لازق فيها، حتى ما نقعوش البيض يعني الطاسة بالليل كده في شوية مَيّة عشان يعني تبوش يعني كده. فعايزة أقول لكم المطبخ ما شاء الله حالته كانت سيئة جدًا، جدًا، جدًا. فأنا بدأت كده أهوّة بقى إيه نظّمت المواعين زي ما أنتم عارفين بقى طريقتي في تظبيط المواعين يعني أو غسيل المواعين، إن أنا باحب أرتّبها كده وأبدأ بقى إن أنا إيه أغسل الحوض وأبدأ إن أنا أصبّن المواعين أو أغسل المواعين. عايزة أقول لكم بقى بجد وحشتوني جدًا، 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 يعني مش قادرة أوصف لكم الوحشة اللي أنتم واحشينها لي. بقى لي فترة ما صوّرتش فيديوهات، هو آخر بس فيديو كده كنت مصوّراه يعني اللي هو كان بتاع مشتريات السوق والعيد وكده، بس كنت مصوّراه عشان أطلع أقول لكم يعني أعيد عليكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وكده. لكن بانزّل بقى إيه اللي هي الshorts الفيديوهات اللي هي الshorts دي، فما بقى لي فترة ما صوّرتش يعني بصراحة. مش عارفة جه عليَّ وقت كده أهوّة قبل رمضان، قبل دخلة رمضان يعني وكده، كنت بصراحة مش حابة إن أنا أصوّر، لقيت القناة يعني ما ب يعني مستواها زي ما هو ثابت مش بيطلع، فبصراحة يعني جات لي حالة اكتئاب كده أهو منها. فما حبيتش بصراحة إن أنا يعني إيه أصوّر وكده. جه بقى دخلة رمضان وكده، فبصراحة ما حبيتش أضيّع الوقت في التصوير والمنتجة وكده، وإيه وقُلت لأ، يعني رمضان ما ينفعش الواحد يضيّعه كده، فخلّينا نستفيد برمضان وكده، وبعد كده إيه بعد العيد ربنا إيه يحلها من عنده إن شاء الله. فبصراحة كنت بافكّر كتير أوي، أوي، أوي إن أنا إيه، إن أنا أسيب القناة. بجد يعني مش عارفة، باحس إن القناة يعني مش مش عارفة يعني الموجودين في القناة ما شاء الله الرقم كويس، لكن المشاهدة قليلة أوي، يعني مش عارفة باحس إن إيه، إن ما فيش حد بيتفرّج، إن ما فيش حد بيعمل لايك. وخاصةً إن اللايك ده أصلًا بيرفع الفيديو كده، بيخلّي عدد كبير يشوفه، كل ما بتحطّي اللايك كل ما الفيديو بينتشر أكتر عدد كبير بيشوفه. فبصراحة مش عارفة يعني الفترة الجاية هاعمل إيه وكده، هاستمر فيها والّا هاعمل إيه مش عارفة بصراحة، فربنا ييسّر الحال. عايزة أقول لكم بقى أنتم عاملين إيه بعد رمضان بقى ما خلص، يعني إيه وضعكم بقى في عارفين بقى تضبّطوا نومكم، عارفين تضبّطوا حياتكم، بتعملوا إيه؟ ناس كتيرة أوي بعد ما رمضان ما بيخلص بتبقى مش عارفة تضبّط نومها دي أول حاجة. فبتبدأ بقى إن هي يعني تنام طول النهار ويضيع منها بقى صلوات كتير، بيضيع منها بقى مثلًا الضهر أو والعصر كمان، ممكن تقول لِك أنا يا دوبك صحيت لحقت الضهر بالعافية. فسبحان الله ما هي كده بتدخّل الأوقات في بعضها بتاعة الصلوات. فطبعًا الوقت بتاع ده بييجي على ده، ما ينفعش طبعًا تأخير الصلاة. فحاولوا أنتم تضبطوا بقى نومكم وكده وتضبطوا حياتكم. طبعًا كلنا بيبقى صعب إن إحنا نضبّط الموضوع ده، بس بنحاول بقى إيه مرّة في مرّة. هو أول يومين بس هتتعبي وكده، إنِّك مثلًا هتصحي يوم بدري، فهتبدئي بقى طول النهار مش هتنامي مثلًا على مدار اليوم، وهتيجي بقى تنامي في ميعاد نومِك، فاللي هو الطبيعي بقى العادي. فهتلاقي نفسِك ضبّطتِ الوضع يعني إن شاء الله، فربنا يعينكم بقى ويعيننا جميعًا كده أهو على تضبيط الوقت بتاع رمضان، الوقت اللي هو بعد رمضان يعني. لكن ما شاء الله رمضان يعني الوقت كلّه كان فيه خير وبركة، وكان فيه حاجات كتيرة أوي حلوة سبحان الله. فربنا يعيننا جميعًا. وطبعًا بقى كلّنا في رمضان بيبقى ما شاء الله علينا مجتهدين جدًا بقى في الطاعة، وبنعمل بقى ما شاء الله أقصى ما عندنا في الطاعة. في اللي بيختم مثلًا القرآن 3، 4 مرات، في اللي بيحافظ على صلاة التراويح اللي يعني بيعتبروها قيام الليل، في اللي بيحافظ على صلاة الضحى. حاجات سُنن إحنا ساعات بتُقع مننا، فبنبقى محافظين عليها جدًا في شهر رمضان. فسبحان الله بيخلص رمضان وتبُصّي تلاقي بقى في فطور كده عند الإنسان، حصل فطور عندنا كده أهوّة، بتلاقي نفسِك خلاص أنتِ مش قادرة تعملي أي طاعة من اللي كنتِ بتعمليها، ولو عملتيها بتعمليها وأنتِ متكاسلة، يعني إيه، يا تعمليها يا ما تعمليهاش. حاولوا أنتم يعني إيه، اللي كنتم بتعملوه في شهر رمضان، حاولوا إن أنتم تستمروا عليه. بجد يعني دي من أحسن الحاجات اللي هتطلعوا منها من شهر رمضان، هتطلعوا بيها يعني من شهر رمضان. فسبحان الله يعني بيقول لِك حتى عشان تعرفي إن ربنا قبل الطاعة بتاعتِك
في شهر رمضان وكده، استمرارِك على الطاعة، يعني استمري عليها، ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون تقبّل مننا الطاعة، أو تقبّل يعني مننا العبادة وكده. فحاولوا إن أنتم تستمروا بقى على العبادة اللي أنتم كنتم بتعملوها طول شهر رمضان، بلاش بقى الكسل وبلاش بقى خمول وكده. بجد إن شاء الله هتفرق معاكم أوي، يعني لو استمريتوا عليها هتحسوا في فرق فعلًا في حياتكم كتير أوي، بالذات صلاة الضحى دي يعني ما شاء الله فيها خير كتير أوي، يعني دي أصلًا بتعتبر شكر لربنا على كل جزء في جسمِك أو كل جزء في جسمنا، يعني أكنِّك كل يوم بتصحي كده تشكري ربنا على كل عضو في جسمِك، يعني كل مفصل في جسمِك أنتِ بتصحي تشكري ربنا عليه بصلاة الضحى دي، سواء بقى هتصلّيها ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، فزي ما ربنا ما يفتح عليكِ إيه بيها. وتيجي بقى عند قيام الليل بالليل لو أنتِ مثلًا مش قادرة خلاص بقى أنتِ رجعتِ لطبيعتِك وبقيتِ تنامي بدري وكده، ومش قادرة إن أنتِ تقيمي الليل مثلًا متأخر، يعني مثلًا ممكن تضبطي المنبه بتاعِك قبل الفجر بساعة مثلًا أو نُص ساعة تصحي تقيمي فيها الليل، ربنا يعيننا جميعًا يا رب. فلو ما عرفتيش تعملي الفكرة ديّة، ممكن قبل ما تنامي بالليل بعد ما تصلّي صلاة العشا، إن أنتِ تصلّي لِك ركعتين أو 4 أو 6 زي ما ربنا ما يفتح عليكِ، اللي ربنا ييسره لِك يعني إيه صلّيه، فده يعتبر قيام ليل بس أنتِ إيه صلّيتيه بدري يعني شوية مش اللي هو الثلث الأخير من الليل، وإن شاء الله ربنا يتقبّله منا جميعًا إن شاء الله. فأنتم حاولوا يعني نظّموا كدهوّة ورتّبوا نَفْسكم، شوفوا أنتم عايزين تبقوا في أنهي حتّة، عايزين تبقوا في أنهي مكان. فالوضع اللي أنتِ عايزة تبقي فيه هو اللي أنتِ تعملي له، يعني فاهمين؟ يعني أنا عايزة مثلًا آخُد مكانة عالية مثلًا في الآخرة إن شاء الله، فلازم أعمل للمكانة دي أو للمكان اللي أنا عايزة أروحه ده، ما ينفعش إن أنا أفضل قاعدة كده مستسلمة وأقول إيه، لأ أنا نِفْسي في الجنة، طَب ما أنا الجنة دي ليها أجر، ليها حاجة لازم أبذلها، ليها مجهود، هي الحمد لله ما بيدفعلهاش فلوس بس يعني بحاجات بسيطة إحنا ممكن نعملها ربنا إن شاء الله يرزقنا ويرزقكم الجنة إن شاء الله بإذن الله الفردوس الأعلى، بإذن الله. فحاجات بسيطة هنعملها وإن شاء الله يعني ننول رضا الله عز وجل ويرزقنا الفردوس الأعلى، فأنتم حاولوا ويعني إيه، شوفوا إيه الحاجات البسيطة اللي ممكن تعملوها تقرّبكم من ربنا سبحانه وتعالى، ممكن بالاستغفار، حاولي تستمري على الاستغفار، يعني مثلًا لو مسكتِ مثلًا السبحة اللي هي الإلكترونية دي أو السبحة العادية بتاعتنا القديمة اللي هي بتاعة زمان دي، أنا باحبها جدًا، يعني مهما يروح الزمن عليها وييجي، أنا لازم السبحة دي سبحان الله ما باعرفش أتعامل مع الإلكترونية دي، ما ليش فيها أصلًا، فباحس دي بتذكّر الواحد، يعني ممكن وأنتِ قاعدة كده من غير أي حاجة تستغفري، ممكن تنسي أو تسرحي، لكن لمّا بتبقى في إيدِك حاجة بتذكّرِك بتخلّيكِ تفوقي كده وتحسّي إن أنتِ إيه، في حاجة بتعمليها. فحاولي كده إن أنتِ إيه، تخلّي مثلًا يومِك فيه مثلًا استغفار مثلًا 100 مرّة أو 200 مرّة، في مثلًا لا حول ولا قوة إلا بالله، في مثلًا سبحان الله وبحمده، في لا إله إلا أنت سبحانك إني في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، في مثلًا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندِك ذكر كتير أو أذكار كتير ممكن إن أنتِ تقوليها على السبحة طول ما أنتِ قاعدة، ما شاء الله تدّيكِ حسنات، يعني أنتِ قاعدة كده مش بتعملي حاجة، ممكن مثلًا وأنتِ قاعدة بتتفرّجي عليَّ دلوقتي أو على أي حد تاني من أصحابنا بتوع القنوات، تبقي ماسكة السبحة في إيدِك وتقعدي تستغفري أو تقولي أي ذكر أنتِ عارفاه، هتلاقي ما شاء الله أنتِ استفدتِ بالوقت، يعني اتفرّجتِ على الحاجة اللي أنتِ بتحبيها واستفدتِ منها، وفي نفس الوقت أنتِ استغفرتِ وعملتِ طاعة وأنتِ قاعدة، تمام كده؟ فاستثمار الوقت ده حاجة مفيدة جدًا، لإن الوقت بيجري بطريقة مش قادرة أوصف لكم، بيبقى في مش عارفة في سرعة أوي في الوقت، يعني بُصّي مجرد ما تنامي، مجرد ما تصحي تلاقي اليوم خلص خلاص، يعني أنتِ مش بتلحقي حتى تعملي لو وراكِ حاجات مش بتلحقي إن أنتِ تخلصيها كلها، ممكن تقولي إيه خلاص بكرة هاكمل الحاجة دي، علشان أنا ما لحقتش النهارده أعملها، اليوم بيخلص بسرعة أوي، وممكن تبقي صاحية بدري، ومع ذلك اليوم سبحان الله تحسي ما بقاش فيه بركة. فأنتِ حاولي كدهوّة استثمري وقتِك، يعني ما تخلّيش وقتِك يضيع كده وخلاص، أنتِ وقتِك ده يعني هيبقى في حساب عليه، يعني ضيّعتِ وقتِك في إيه؟ فلازم أضيّعه في حاجة مفيدة، يعني مش أضيّعه لأ، أستثمره بقى في حاجة مفيدة. وأنتِ قاعدة كده استغفري، سبّحي، أي حاجة، أي ذكر قوليه وأنتِ قاعدة، هتلاقي إن شاء الله بإذن الله يبقى في ميزان حسناتِك إن شاء الله، وتلاقيه بقى كده يعني حاجة مفيدة وهيعود عليكِ على فكرة بالنفع يعني سبحان الله، يعني حتى في آية كدهوّة في سورة نوح تقريبًا، سيدنا نوح عليه السلام، الآية اللي هي بتقول
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فسبحان الله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يعني اللي عايز أولاد، اللي عايز مال، اللي عايز صحة، اللي عايز عافية، اللي عايز أي حاجة. الاستغفار ده بيبقى سبب في حاجات كتيرة أوي ممكن نبقى غافلين عنها. يعني سبحان الله كلمة أستغفر الله، أستغفر الله العظيم، ليها سر سبحان الله، يعني ما شاء الله اللهم بارك. يعني هتاخدي عليها حسنات وربنا هييسر لِك الحاجة اللي أنتِ عايزاها. يعني بُصّي أنتِ المستفيدة، أنتِ المستفيدة في كل الأحوال. فحاولوا إن أنتم تستمروا على الذكر والاستغفار والطاعة، بجد إن شاء الله هتفرق في حياتكم أوي. واللي نِفْسه في أي حاجة، يعني نِفْسه يحقق أي حاجة، نِفْسه مثلًا ربنا يرزقه بالأولاد، ما عندوش أولاد ونِفْسه ربنا يرزقه، أو مثلًا رزقه على قدّه ونِفْسه ربنا يوسّع رزقه عليه، صحته على قدّه وعايز ربنا يبارك له في صحته، كده حاجات من دي. حاولوا إن أنتم تستمروا على الذكر والاستغفار. وبالذات الاستغفار سبحان الله، يعني زي ما بيقولوا كده سحر سبحان الله. فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب اللهم امين. ومش عايزه ابقى يعني ضيفه تقيله عليكم، مش عايزه كلامي ده يضايق حد، في ناس ما بتحبش الافوره قوي في الكلام دوت. فمعلش انا قلت بس ايه يعني اذكركم واذكر نفسي، انا بنفكر بعض. وانتوا لو عندكم اي حاجه قولوها لي، انا برضو استفيد منكم. واكتبوا لي في التعليقات اي حاجه انتوا عايزينها، اي فيديو عايزين نصوره، اي حاجه اكتبوها في التعليقات، وان شاء الله ايه نحاول نعملها باذن الله. هنا بقى خلاص كنت خلّصت بقى المواعين وكده، و ومسكت بقى الرُخام كلّه بقى بصراحة صبّنته بقى وكده. كنت حاسة إن الدنيا كده ملخبطة. على فكرة يعني المفروض إحنا أصلًا منضّفين في العيد ومضبّطين الدنيا وكل حاجة، بس مش عارفة الولاد لمّا عملوا العملة المنيلة دي مش عارفة. بُصّوا هنا البوتاجاز دي رادة مكان تسخين العيش، علشان طبعًا أنا باحُط العيش في الفريزر وكده. فبي لمّا بتيجي تسخّنيه بقى وكده بيوقّع الرادة يعني بتاعته وكده. عايزة أقول لكم كل ده زيت، اللي على البوتاجاز ده كله كمية زيت مش قادرة أوصف لكم. يعني أنا صعبان عليَّ إزازة الزيت اللي هم فضّوها دي أصلًا يعني. بُصّوا ده الأول ما باجيبش فوطة المطبخ وامسح بيها الكلام ده، لا ولا الليفة يعني اللي هي بتاعة المواعين، السفنجة بتاعة المواعين، لأ أنا باجيب مناديل مطبخ. وابدأ إن أنا ألِم لو في أي حاجة زي كده على البوتاجاز زيوت وحاجات من دي، بابدأ إن أنا ألمّها بمناديل المطبخ وأروح رامياها. عشان ما اوسخش بقى الحتت اللي هي إيه، أبهدلها الحتت اللي هي بتاعة المطبخ دي بصراحة. لإن غسلها إيه، بتغسليها كل كام يوم، مش حابة إن أنتِ تبهدليها. وبعدين لو جه عليها الزيت هتبقي قرفانة منها وهتبدئي إن أنتِ ترميها. هنا بقى مسكت شوية صابون سائل عادي بتاع المواعين يعني. وبدأت إن أنا إيه، دعكت بيه البوتاجاز بقى مكان الزيت وكده. قُلت بس إيه لسه هاعمله تاني، بس هاوريكم هاعمل إيه دلوقتي. مسكته بس تلميعة كده إيه، إن أنا ألِم الزيت أحس إن هو ابتدى إيه ينضف شوية. بس طبعًا لميت الزيت بالمناديل، أنتِ برضه لو عندِك كده زيت وقع والّا حاجة لميه الأول بالمناديل. بالمناديل أحسن عشان ما توسخيش الليفة وتوسخي الحتت بتاعة المطبخ وكده. هنا بقى كنت عاملة خلطة صاحبتي بصراحة ربنا يبارك لها، اللي كانت قايلة لي على الخلطة دي باحطها للبوتاجاز، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حلوة جدًا، 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 بتخلّي البوتاجاز بتاعِك يبقى نضيف كده ويزيّق من النضافة. صاحبتي كانت قايلة لي أحط صابونة، عارفين الصابون بتاع زمان اللي هو بتاع الغسيل، صابونة الغسيل بتاع زمان دي، هي دي. جبتها وبشرتها وحطيتها في برطمان أو في علبة أي حاجة يعني. وبدأت أحط عليها بطاس. هنا كنت خلاص خلّصت باورّيكم يعني إن خلّصت البوتاجاز وكده والدنيا بقت تمام. والمطبخ بقى تمام والرخام بقى تمام. بوتاص وشوية صابون سائل وشوية، الصابونة دي بشرتها وحطيت شوية رابسو اللي هو بتاع المواعين، رابسو الغسيل يعني اللي هو اريال يعني بتاع الغسيل. بس وباركنه بقى بابدأ إن أنا أستعمله في البوتاجاز كده، بيلمّع البوتاجاز وينضفه ويخلّيه ما شاء الله يعني حلو كده يعني بينضف معاكِ. فكل فترة باروح حاطة إيه شوية كده ولمّا يكون البوتاجاز حالته سيئة أوي يعني، تمام كده. هنا بقى كنت خلّصت الدنيا والدنيا بقت نضيفة معايا وتمام وزي الفل. حبيت بقى أعمل شوية عصير كده لزوم بقى الحر وكده بقى. فجِبت كركديه هاعمل عناب يعني وكده، حلو أوي في الصيف بيبقى جميل جدًا. جِبت شوية كركديه وهابدأ إن أنا أنقعهم كده أهوّة. يا سلام لو تنقعيه من بالليل بقى للصبح أو من الصبح لبالليل فترة طويلة، هيبقى كويس جدًا. أنا هنا ما نقعتوش يعني فترة طويلة أوي، نقعته حوالي 6، 7 ساعات، لإني كنت عايزة بقى إيه مستعجلة عايزة ألِم الحاجة وكده وألِم الفيديو وكده. فنقعته الفترة دي نقعته كده أهو شوية. وهابدأ بقى إن أنا أركنه. وبعد كده هاجيب التمر، التمر اللي هو الباكيتات، مش اللي هو السريع لأ، اللي هو التمر هندي الباكيتات، الباكيت. وهابدأ إن أنا آخد نُص الباكيت وأروح حاطاه على البوتاجاز، أسيبه بقى إيه يغلي شوية، تمام كده. هنا باوريكم إن أنا نقعت الكركديه. وهنا باجيب اللفة بتاعة التمر آخد نُصّها أو ربعها حسب الكمية اللي أنتِ عاملاها. أنا عشان أعمل كمية كبيرة فأخدت نُص اللفة، تمام كده. هابدأ بقى إن أنا أحطها على البوتاجاز في شوية مَيّة، حوالي كوبايتين مَيّة أو 3.
واسيبها بقى لغايه ما تغلي كده شويه وبعد كده يبرد ونبدا نشوف هنعمل فيه ايه. يا رب بقى ان شاء الله يكون الروتين ده بقى كده عجبكم، وبجد يعني اتسلينا كده مع بعض وشجعنا بعض. لو انت بقى وراكي مواعين ولا وراكي اي حاجه في المطبخ وكسلانه عنها، قومي كده وتشجعي لما تشوفي الفيديو دوت. هنا بقى بوريكم ان حطيت بقى، نقعت كده حطيت التمر عليه ميه وهبدا ان انا ارفعه على البوتاجاز يغلي بقى شويه زي ما قلت لكم كده، وبعد كده هبدا ان انا بقى ايه اصفي التمر، بس اما يبرد خالص هبدا بقى ان انا اتعامل معاه. هنا بوريكم ان هو خلاص كده خد درجه الغليان بتاعته. هنا بقى خلاص كان برد بقى وكده، بدات ان انا هصفي الكركديه واصفي التمر. والكركديه ممكن تنقعيه في ميه تاني، هيتبقى التفل ده هيبقى لسه فيه يعني ممكن تنقعيه، فانا حضفت عليه ميه تاني وركنته شويه. اللي انا صفيته ده خدته وركنته شويه في حبه ميه تاني، وبعد كده خلاص قمت ايه لما بقى كله على بعضه خلطت الكركديه مع التمر، وبدات ان انا ضفت السكر اللي انا عايزاه. كميه السكر دي بترجع لك انت، بس هو بياخد سكر كتير بصراحه، بيسحب سكر كتير، بس بيبقى حلو جدا في البيت وفي التلاجة، بتروحي وتيجي عليه العيال كده اهوت ما شاء الله بيبقى حلو قوي. بس فده كده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم ونال رضاكم وبجد استفدتوا منه والفيديو يكون عجبكم والروتين عجبكم. واتشجعتوا كده هو خدتوا طاقه ايجابيه منه، وبجد ما تنسوش تعملوا له لايك. ولو انتوا كمان حابين تشيروا الفيديو لاصحابكم وكده، يبقى جزاكم الله خيرا. وربنا ييسر كده الحال ونعمل بقى فيديوهات جديده كده ان شاء الله، واستنوا كده الفتره الجايه ممكن يبقى في فيديو حلو كده ان شاء الله يعجبكم. بس استنوا كده ان شاء الله باذن الله. هنا بقى خلاص صفيت بقى كل حاجه، وهبدا ان انا اضيفها على بعضها على بعضها زي ما قلت لكم، واضيف بقى ايه السكر. حطيه بقى في التلاجة واسحبي منه بقى زي ما انت عايزه، يعني ما شاء الله ايه سالي على الكوبايه بره هتلاقيها غاليه جدا 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 جدا. لو حبيتي تجيبيها من اي يعني بتاع عصير وكده، اي حد بتاع عصائر، فانت كده عاملاه في البيت بنظافه وعارفه انت حاطه ايه ومش حاطه ايه وكده يعني فاهمين. الحاجات بتاعت البيت دي ما شاء الله بتبقى حلوه جدا من غير مواد حافظه ومن غير وبتبقى فيها نظافه، بتبقى فيها كل حاجه كويسه للولاد. بصوا بقى انا عملت، حطيت بقى السكر وبدات ان انا قلبت بالمضرب دوت بالمضرب السلك دوت علشان ايه يعني اجيب من تحت وكده الرواسب اللي تحت. بس اقلبه بقى كويس قوي عشان السكر بقى يدوب، لان انا حاطه كميه سكر كبيره. حطيت حوالي 3 كوبايات سكر، وما شاء الله ده سكر اللي هو بتاع التموين اللي هو بيبقى خشن دوت، فتحليته بتكون اقوى من السكر الناعم اللي هو الابيض، الخشن ده بيبقى احسن، بيحلي يعني بكميه قليله ممكن تحلي كل حاجه انت عايزاها. هنا بقى خلاص كنت صبيته بقى في في الشفشق وكده، وهبدا ان انا اوريكم قوامه وكده وشكله. بصوا ما شاء الله حلو قوي، لما تعمليه بجد وتجربيه هيعجب الولاد، هيعجب الولاد جدا جدا جدا، مش هتبطليه اصلا، هتبداي كل فتره تعمليه. بس ده كان الفيديو بتاعي، رب ان شاء الله يكون عجبكم نال رضاكم، واشوفكم على خير بقى في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو قمر كده منكم. مع الف سلامه حبايب قلبي، وفي امان الله.